النهارده كده ان شاء الله هنعمل الممبار بطريقه سهله وسريعه. لو ما بتعرفيش تعمليه او بتخافي انه يفرقع منك ويبوظ، هقول لك على طريقه حلوه جدا. عمره ما هيبوظ معاكي. هنسمي الله ونصلي على رسول الله. اول حاجه كده معايا عشان تعملي الممبار، اهم حاجه عندي انك تتاكدي من نظافته. يا اما تنضفيه عند الراجل وتعدي عليه في البيت، يا اما تنضفيه كله في البيت. نضفتيه تغسليه كويس، وبعد كده تحطي عليه كميه ملح كتيره، وتحطي عليه كمان كميه ليمون. وبعد كده تنقعيه كده وتدعكي فيه، وبعدين تغسليه كويس. غسلته كويس اتاكدت من نظافته. بعمل ايه؟ بجيب حله كده وابتدي انزل فيها عندي بصلتين كبار حلوين، واحط عليها كده ايه، 6 فصوص ولا حاجه من التوم وشويه الزيت، واحطهم على النار يتشوحوا. تتشوح معايا، بكون نازله عليهم بعصير طماطم. على حسب الطماطم، تبقى على حسب كميه العصبان. يعني مثلا هتستخدمي كيلو عصبان، ابني لك ايه شفشق الخلاط. تمام كده، وحطيه. تحطيها على النار بقى وتسيبيها تتسبك معاكي كويس جدا. تتسبك لحد ما تنشف. تمام. اتسبكت معايا كويس جدا. جبت عندي بقى الرز بتاعي. طبعا الرز برضو بيبقى على حسب الكميه. نزلت عندي عليه بالصلصه، وبنزل كمان عندي عليه بالخضره. انا هنا مستخدمه خضره قد ايه؟ انا هنا مستخدمه، حطيت خضره كتير لان انا كنت هعمل معاه ورق عنب، وكنت هعمل معاه بتنجان وفلفل. تمام. تحطي على الصلصه، تحطي عليها زيت، تحطي عليها ملح، وتحطي عليها كمون وفلفل اسود. والخضره انا استخدمت كتير لان زي ما قلت لك كنت هعمل حاجات تانية معاها. فجبت قد ايه؟ جبت، انت جيبي من كل حاجه ربطه. انا جبت من كل حاجه ربطتين لان كنت هعمل كميه كبيره. ماشي. الكميه دي كانت اكتر من كميه العصبان لان انا كنت هعمل كيلو واحد عصبان. تمام، او ممبار على حسب ما انتوا بتقولوا. بقلب كده الصلصه معايا كويس جدا. بعد كده بنزل عندي عليها بكميه الخضره. هي الخضره انا قايله ايه، 6 ربط. ربطتين كزبره، ربطتين بقدونس، ربطتين شبت. بس ربط اللي هي الكبيره كده. تمام كده. حطيتهم كل ده وابتدي ان انا اقلب. بصي كميه كبيره قد ايه. اما اتحط بصي بقت عامله ازاي. هبتدي بقى اخد معايا الممبار بتاعي. انا بقطعه التقطيعه اللي انا هحطها في الحله. مش بقطعه كبير وارجع اقطعه تاني. انا ما بربطوش ولا بخرمه. تمام كده. ان انا بسيب التقطيعه دي وببتدي ان انا اخده احطه على النار بنفس التقطيعه دي كده. فانت ما تدوخيش نفسك وتعملي تقطيعه كبيره. وما تقعديش تربطي وتخرمي وتعملي. لو سبتيه زي كده من غير ما يتخرم، مش هيجرى له اي حاجه. وهتشوفيه دلوقتي، هو اللي شفتيه في اول الفيديو، والله ما في واحده حتى فرقعت. كله كان زي الفل معايا. هحشي كل الكميه. بس بقى اهم حاجه وانت بتحشي انك ما تحطيش كتير قوي عشان ما يفرقعش منك. طب احط قد ايه؟ انا بحط بخليه ايه، حاجه بسيطه يعني ايه، ربعه كده. مش ان انا كبسه وضغطاه، لا ربعه بس. اقعد امسح فيه واوزع كل كميه الرز عشان خاطر يبقى متساوي معايا، ميبقاش كتير. بس السمك ده هو ده اللي احنا عايزينه. حاولي ان انت ما تزوديش عن السمك اللي انت شايفاه ده. هيديكي نتيجة حلوة جدا وعمره ما هيفرقع معاكي. تمام. هعمل بقى كل الكمية معايا بنفس الطريقة. اهي بص السمك ده كده هو ده اللي حلو. ناخد واحدة كمان برضو نحشيها. ما بياخدش معانا رز كتير لان العزبانية نفسها كانت رفيعة. طبعا لو كبير ايه بياخد معاكي رز اكتر. انما ده كان رفيع وكان بلدي، عايزه اقول لك تحفة جدا والله. تحطي الكمية دي مش كتيرة، تحطي حبة وتفضلي ايه ان انت توزعيه في كله. ما تحطيش كتير قوي مرة واحدة عشان ما يدوخكيش وانت بتنزليه. واحدة واحدة ووزعي كده معايا زي ما انا بعمل. هيبقى معاكي حلو جدا. او تحسي ان هو عايز سنة، تحطي شوية كمان عشان يطلع معاكي حلو قوي وما يدوخكيش. طب في الوقت ده وانا بحشي انا بعمل ايه؟ انا حاطة حلة على النار فيها مية بتغلي. لازم تحطيه في مية بتغلي، ما ينفعش تحطيه في مية باردة. ليه؟ لان انا عايزة الحروف بتاعته تلم وتقفل لان احنا اصلا مش مربطين. فانا عايزاها تفك. عايزاها قصدي تلم. فهعمل ايه؟ هبتدي ان انا احط الميه على النار تغلي. بص كده الميه عندي بقت بتغلي. هبتدي انزل عندي عليها بالملح. تقدري تضيفي كمان كمون. تقدري تضيفي كمان فلفل اسود. عايزه تحطي ورق لورا حطي، بس انا الصراحه مش بحب احطها فيه لان هي بتغطي على طعمه. العصبان ليه طعم كده حلو جامد كده. لازم تاكليه كده بطعمه، ما غيريش عليه. فابتدي ان انا احط كل كميه الممبار. بص الكميه اللي انا حطيتها دي كلها، انا هحط الكيلو كله مره واحده في الحله، ومفيش ولا واحده منه هتفرقع. ليه؟ انا بحطه كده اهو. بتبتدي كل شويه تقلبيه وايه، وتخلي بالك منه. اعرف منين انه استوى؟ انا حطيته كده اهو، معرفش ازاي استوى. هتجيبي العزبانيه وتبتدي تتكي عليها. الرز لما يطلع منك بره تقويه وانت بتتكي عليه بعد ما بعد يعني ايه، تكون بقى لها ساعه ونص ولا حاجه. الرز تتك عليه تلاقيها استوت، تعرف ان هو استوى. بس كده قفل معايا اهو. مبقاش في حاجه مفتوحه ولا اي حاجه. وما تخافيش مش هيفرقع، احنا مش مدينه
كتير فمش هيفرقع. هاسيبه كده. بعد كده صفيته طبعًا، طلّعته من الشوربة وصفيته، وبدأت إن أنا أحمّره في الزيت عادي، طلع معايا متحمّر بالشكل ده. لو أنتِ بتحبيه فاتح عن كده خلّيه فاتح شوية، بس إحنا بنحبه الدرجة دي، فأنا باخلّيه كده عشان الولاد، لو عملته فاتح ما حدش هيرضى ياكله، فإحنا بنحمّروه كده. باتمنى الوصفة